السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة عندنا وصفة الفلفل متوفر جدا في السوق، متوفر بكمية كتيرة جدا. حد يقولي في التعليقات الفلفل دوت اسمه ايه؟ انا بصراحة مش عارفة اسمه، اكتبولي في التعليقات اسمه ايه بالظبط. يلا نسمي الله ونبتدي وصفتنا. بس قبل اي حاجة طالبة منك تحطي اللايك بتاعك واشتركي في القناة، وكمان طالبة للمشاهدين بتوعي حبايب قلبي محتاجاكوا بس يا جماعة تتفاعلوا شوية مع القناة ضعيفة شوية مفيهاش تفاعل عالي. ساعدوا اختكم لوجه الله كده. واللي مش عايز يتفرج على الفيديو متفرجش عليه، لان في ناس كتير بتتفرج على الفيديو ثانيتين بتوقعلي الفيديو، انا كده بخسر. فمش عايزه اتفرج عليه متتفرجيش عليه خالص. طبعا في ناس معينه هي عارفه انا بتكلم على ناس معينه. تمام. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبتدي وصفتنا. هنا معايا الفلفل دوت في السوق ب16 جنيه كيلو. طبعا الكميه اللي تعجبك هاتيها، هي ما بياخدش اسبوع بالظبط بيطلع معاكي السوا بتاعه مظبوط 100%. هوريكي قبل وهوريكي كمان بعد. مسكت الفلفل غسلته غسله كويسه. تمام. وهبتدي ان انا معايا برطمانات معقماها بميه سخنه. تمام. وبصوا بقى ما شاء الله على الفلفل طازه ازاي. هاتيه حاول تجيبيه طازه كده، ما تجيبهوش طري كده ودبلان. هاتيها ناشفه كده حلوه. هنا البرطمانات عندي كنت معقماها بميه سخنه كويس. لازم اشق الفلفل في ايدي شقه كده بالسكينه. تمام. عشان ما يعبيش ميه وتنيجي بقى ناكلوها تلاقيه فرقع منك، فلازم تشقيها شقه من الجنب بنفس الشكل. المبتدئين كمان ما تخافيش، لو انت لسه مبتدئه ما تخافيش، اعملي الفلفل بقلب جامد وملحيه وامشي على نفس الطريقه، وان شاء الله يطلع معاكي مظبوط 100% ان شاء الله. هنا بدأت ان انا ما بحطهوش وخلاص، لا انا عايزه اوقفه. الطريقه المظبوطه للتخليل الفلفل ان انا بوقفه بنفس الشكل. طبعا هي ما ظبطتش معايا لما جيت اوريها لكم عشان كانت كميه صغيره. هظبطها دلوقتي وهعمل كده حبه حبه كده وهوريلكوا في الاخر خالص شكله عامل ايه. بس طالبه منك بس واحنا شغالين كده بالله عليكي انزلي حالا حطي اللايك بتاعك وكلمه اشتراك على الشمال اتكي عليها واختاري كلمه الكل، وتكوني نورتيني في القناه وتكوني ساعدتي اختك لوجه الله. ساعدوني يا جماعه، مش عارفه احقق بصراحه ال10 دولار لليوتيوب. هي مصدر رزق القناه، مصدر رزق ليا. فساعدوني شويه عشان القناه تكبر شويه. هنا خلاص بدأت ان انا برسهم الرصه ديت عشان خاطر عايزه اوقفه بنفس الشكل، والحمد لله هنا ظبطت معايا. تمام. وهعمل دور فوق دور لغايه ما اخلص البرطمان عندي بنفس الشكل. مش حابه افصل الفيديو ليه عشان عايزه اوريلكم وانا برصه بيبقى عامل ازاي. عادي انا ما بيأس، يعني واحده وقعت واحده ما وقعتش، خليكي معايا ماشيه وراها كده وهي هتظبط معاكي، بس لازم يبقوا فوق بعض بنفس الشكل. بص انا بوريكم برضه على قد ما بقدر. عايزه اوريلكم بس ايه بحطها ازاي عشان يطلع معاكي النتيجه مظبوطه. اعمليها بنفس الشكل. هنا كمان بوريلكم كام واحده كده. والله انا مش بطول الفيديو ولا حاجه، بس عايزه اثبت لكم بس ايه ان انا يعني بحطه بالطريقه ازاي. طبعا انا هعمل كل الكميه عندي بنفس الطريقه، عامله برطمانين هعمل كل الكميه عندي بنفس الشكل. هنا خلصت كل كميه عندي وظبطت البرطمانات عندي بنفس الشكل كده. تعبوني شويه لغايه كده موقفتهم بنفس الشكل. بس برضه زي ما قلت لكم انا ما بيأسي بكمل كده، وكمان انت كمان ما تيأسيش وكملي. طيب محضره معاكي ايه؟ محضره معايا حوالي لتر كده من الميه، عليهم 4 معالق من الملح، وكمان معايا 3-4 ليمونات كده عصرتهم في الميه. تمام. وخدت القشره بتاعه الليمون وحطيتها على وش البرطمان بنفس الشكل. ما بحطش خل، ما بحطش شطه، ما بحطش اي حاجه خالص نهائي. هو ده اللي بحطه ميه وملح، وبحط الليمون بنفس الشكل كده. الليمون بيديله مزازه وبيحافظ على لونه وطعمه، بيبقى في منتهى الجميل. خلاص عملت كل الكميه عندي وحطيت قشر الليمون بنفس الشكل.
هزقي بقى البقسماط عندي بالميه ديت، هقلب كمان، هقلب واحط بقى الميه عندي بنفس الطريقه. ما تمنيش البقسماط قوي على الاخر، ظبطي ميتك كده بنفس الشكل. ما تنسوش تكتبولي في التعليقات اسمه ايه الفلفل دوت، عشان انا مش عارفه اسمه خالص نهائي. معنا بقى الغطشان بتاعتنا، وتحكمي كده بقى ايه البقسماط عندك حكمه كده كويسه تمام. تقفليها قفله كويسه وتسيبيه بقى لغايه ايه زي ما اتفقنا 9 ايام 10 ايام، وهيطلع معاكي احلى مخلل. ده شكله قبل وده شكله بعد. شوفوا بقى لونه عامل ازاي، اصفر وجميل ومستوي، وطعمه مقرمش كده. هو اصلا بيتاكل مقرمش، ما بيتاكلش طري كده ودبلان، لا بيتاكل مقرمش. وهوريكوا شكله وانا باكله كده عامل ازاي. بيبقى سبايسي وبيبقى حامي، والحمو بتاعه بيبقى حلو، مبيبقاش حامي مشطشط، لا الحمو بتاعه بيبقى حلو. هنفتح مع بعض ونشوفه بعد 9 ايام او 10 ايام شكله عامل ازاي ولونه عامل ازاي. الفتحه اللي احنا فتحناها مخليها مش بينزل ميه. بصوا قطمت قطمه منه ازاي، مش منزل ميه خالص. بصوا شكله وباين عليه اللي هو مستوي، وكمان باين عليه اللي هو الواحده بوحدتها صحيحه بنفس الشكل. يلا الحياتي حياتك، وما تشتريش المخلل من بره. الكيلو ب16 جنيه، يعني 16 جنيه عملك كميه كبيره جدا. لو رحتي اشتريتي ب16 جنيه من بره هتاخدي مخلل وحش ومش حلو وطعمه وحش جدا. اعملي حاجاتك في البيت وتحت ايدك وهتطلع معاكي مظبوطه 100%. حضري بقى فول وفلافل بقى واكلات شعبيه جنب المخلل، وهيطلع معاكي احلى مخلل فلفل. هسيبكم في رعايه الله، وانتظروا الفيديوهات اللي جايه، وانزلي حالا حطي اللايك بتاعك وساعدي اختك لوجه الله. ومع السلامه.